مركز عصير البرتقال والليمون جهزوه لرمضان المبارك. امتى ما حبيتوا تاخذوا منه معلقة وتحلوه بالمي، وبعدها رح تستمتعوا بأطيب عصير منعش وسهل التحضير، وغير كل هذا اقتصادي. فضلا حبايبي الاعجاب والاشتراك والصلاة على الرسول. خلونا نبلش. اول شي رح نسمي بالله، وعندي 4 حبات من البرتقال و4 حبات من الليمون. رح ابلش اقشره بدون ما نوصل للطبقة البيضاء مشان ما يعطيكم نكهة المرار. رح اضيف عليهم ربع كوب من السكر، ابلش افركهم بايدي لنستخلص الزيوت العطرية لانه هي اساس النكهة، ونتركهم ربع ساعة على جنب. وهون رح ابلش اقشر الطبقة البيضاء بهاي الطريقة بالسكين لحتى نتخلص منها. بدنا حبات الليمون والبرتقال بهالشكل. بعدين رح ابلش اقطع دوائر مثل ما موضح عندكم، واهم شي نتخلص من البذرة اللي موجودة بقلبه. بعد ما نخلص كل الكمية رح انقلهم على الخلاط، ورح اضيف عليهم قشور الليمون والبرتقال، ورح اشغل عليهم الخلاط لينطحنون شوي. بعدين رح اضيف عليهم 3 كاسات من السكر. تمام. وعلى فكرة تقدروا تعملوه بالبلندر او حتى بمحضرة الطعام. ارجع اشغل عليهم الخلاط 5 دقايق. بعدين رح انقلهم على مصفاية جدا ناعمة بالسباتولا او بالمعلقة. رح ابلش اعملهم بهاي الطريقة. وهاي القشور نحنا ما بدنا اياها، بس ممكن ترجعوا تنقعوها بشوية من المي يطلع لكم منها عصير. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، القوام ولا غلطة. بعدين رح افرغه بالتبروير واحتفظ بيه بالفريزر. طبعا اذا انتم بسوريا فمستحيل يزبط معاكم، لانه بصراحة هاي الوصفة انا مصورتها من اسبوعين بالضبط، بس الكهرباء للاسف جدا سيئة، يعني بده اقل شي من 2 ل3 لحتى يجمد معاكم. بس الحمد لله صادفني الحظ بعد اسبوعين واجت الكهرباء ساعتين ورا بعض وجمد عندي العصير، ويطلع معاكم بهذا القوام. عن جد نكهته جدا طيبة، واذا يجيكم ضيف على السريع فهو وصفة منقذة. جربوه بهالطريقة، بالعافية عليكم يا رب.